ما اعتقدش يعني ان انا قطعت مدة طويلة. Oh, hell no, man. What the مش fuck? طويلة قوي يعني، بس مش مشكلة يعني، هي كانت فترة امتحانات وبرضه كنا بنقعد نتطور كده مع نفسنا شوية. بس الفيديو ده طبعا يعتبر فيديو خفيف، تعتبر كبداية جديدة كده للقناة، وإن شاء الله طبعا هلتزم في الأيام الجاية. طبعا في الفيديو دوت أنا هشرح لك 7 ستايلات يعتبر من أهم الستايلات واللي أنت ممكن تبدأ بيهم لو أنت لسه بادئ في مجال الفيديو إديتنج، وهوضح لك ازاي تستخدم كل ستايل وايه الجمهور المستهدف لكل واحد. وطبعا هنبدأ بأول ستايل وهو الريلز أو الشورت فورم كونتنت، يعتبر سريع مدته قصيرة، ومهمتك بس ان انت تجذب المشاهد في اول 3 ثواني. والفئة طبعا المستهدفة من الستايل دوت عندك البراندات والانفلونسرز وصناع المحتوى اذا كان على التيك توك او الانستجرام. طبعا من متطلبات الستايل دوت ان انت تكون عارف ازاي تعمل ترانزيشن سريع، ازاي تقدر تعمل سبتايتل، وطبعا ممكن تضيف له انيميشن حسب اذا كان مطلوب منك او لا. وطبعا برضو زي ما قلت لك في الاول اللي انت تتقن ازاي تعمل هوك في اول 3 ثواني، ودي اهمها. وطبعا نخش على الستايل التاني هو ستايل الدوكيومنتري. الستايل ده بيبقى مطلوب في قنوات زي ايجيبت بلس او اي قناة تانية بتبقى بتتكلم عن الثقافات والابحاث العلمية. نوعية المونتاج زي دي لازم يبقى مونتاج هادي، والساوندات تكون سينمائية، واللاير النصوص يبقى واضح جدا، عشان دي اكتر حاجة هتستعملها في الستايل ده. وطبعا ما تنساش ان انت لازم تطلع الفيديو بطريقة احترافية، ولازم تحسس المشاهد انه فيديو تثقيفي بحت. ونخش طبعا على تالت ستايل وهو اسمه البراند برومو ستايل. ده باختصار الستايل دوت معمول للشركات اللي بتعرض برانداتها اذا كانت عايزه تبيع منتجاتها او عندها خدمات عايزه تسوق لها. ومتطلبات الستايل ده اللي انت لازم تلتزم بالوان الهويه البصريه الخاصه بالشركه والفونتات الخاصه بيها، ونوع الساوند بيبقى مطلوب منك. نوعيه بقى الستايل دي هتلاقيها مطلوبه جدا في مواقع العمل الحر، عندك مثلا فايفر وابورك. ونخش طبعا على الستايل الرابع وهو الستايل الجيمنج والهايلايتس. طبعا غالبية الستايل ده اللي انت لازم تطلع الفيديو حماسي مليان زومات سريعة، ساوند افكتس كتيرة، وموشن تايبوجرافي. وطبعا نوعية الستايل ده بيبقى مطلوب بالنسبة للستريمرز او اليوتيوبرز او صناع المحتوى اذا كانوا موجودين على التيك توك او الانستجرام. وطبعا في نصيحة مهمة جدا لو انت هتبدأ في الستايل ده بالذات، اللي انت لازم تاخد بالك من المزامنة ما بين الصوت والصورة، وانك يكون عندك خبرة انك تطلع فيديو ترفيهي، لان طبعا بيستهدف الشباب الصغير. ولازم تكون طبعا واعي وعارف ايه اللي طالع ترند وتدمجه مع الفيديو. ولازم تاخد بالك برضه بالمزامنه ما بين اكتر من فيديو، لان ساعات الفيديوهات الجيمنج بيبقى فيها اكتر من شخص وكل شخص محطوط في فيديو مختلف. طبعا نخلص من ستايل الجيمنج ونخش على الستايل الخامس اللي هو اسمه educational content. هو اصلا ستايل اسم على مسمى، بيتعمل لك كورسات وفيديوهات الشرح. المطلوب منك كفيديو اديتور بالنسبه للستايل ده ان انت تطلع الفيديو واضح جدا، تخلي ترتيب الفيديو منطقي، ويكون التايم لاين نضيف جدا. يعني اغلب المحتويات التعليميه مش بتحتاج ابدا ان انت تعمل ترانزيشن ولا تعمل ساوند افكت ولا تعمل موشن جرافيك. طبعا لو انت عايز تدور عليهم هتلاقي اصلا قنواتهم مغرقه اليوتيوب، وفي طبعا صفحات على الفيس انت ممكن تلاقيها. ومن هنا نخش على الستايل السادس، هو الموشن جرافيك او مونتاج اللايف. طبعا بالنسبه للستايل ده ممكن تعمل موشن جرافيك بالنسبه للبراند او للشركه، طبعا بيبقى مطلوب اكتر بالنسبه للشركات وقنوات التك. ممكن طبعا من الستايل ده تعمل ترانزيشن للستريمرز، زي اللي هي تلم ما بين اللعبه والكاميرا بتاعته. ممكن طبعا من الستايل دوت ان انت تعمل بيه قوالب جاهزه وتبدا تبيعها على مواقع زي انفيتو اليمنتس، وعندك موقع زي فيديو هايف وبيكس فلو. ونروح طبعا لاخر ستايل والناس الصراحه بفضلهم عن الباقي، وهو اليو اي ستايل. وده 3/4 الشغل بيتنافس على الافتر افكتس، وبيبقى مطلوب طبعا بالنسبه للشركات اللي عايزه تعمل تصميم او اعلان التطبيق بتاعهم، او بتبقى عايزه تعمل اعاده تصميم للموقع بتاعهم. ومن مميزات الستايل ده ممكن يتماشى مع اغلب الستايلات اللي فاتت، ممكن يمشي مع مونتاج صناع المحتوى. وطبعا الستايل دوت ما يتصنفش ان هو لا صعب قوي ولا سهل قوي، ومحتاج تدريب. وده اللي غالبا هبدا اكتر من نوعيه الستايل ده في الفيديوهات الجايه. وقولوا رايكم في التعليقات ايه الستايل اللي انتم مشدودين ليه اكتر وشايفين ان هو يستاهل نشرح عنه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم الحلقه الجايه، وسلام.